بما ان الفيديو ده طلع لك يبقى انت مهتم بالسوق العقاري في مصر. انا محمود عبد الباسط هكلمك عن اخر مرحله بتطرحها هايد بارك فيلات في مشروعها في القاهره الجديده دي على مساحه 1200 فدان على شارع التسعين الجنوبي وعلى الدائري الاوسطي، كونستراكتد بنسبه من 80 ل 90% وعايش فيه حاليا 1000 اسره. ومن اميز الحاجات اللي موجوده في هايد بارك ان المشروع متقسم 80% فيلات و20% ابارتمنت، فده بيقول لك ان معدل الكباسيتي في الكومباوند هتكون قليله جدا. ومن الحاجات المميزه في هايد بارك القاهره الجديده البارك اللي على مساحه 140 فدان، وده طبعا غير منطقه الكوميرشال الهايد اوت والمول اللي على مساحه 70 فدان اللي طبعا هيضم اكبر البراندات العالميه والمطاعم والكافيهات اللي مش هتخليك تحتاج تخرج بره هايد بارك اصلا. ومن الحاجات المميزه في هايد بارك الكلاب اللي على مساحه 40 فدان وحمامات السباحه باداره بطله مصر فريده عثمان، ده غير طبعا الفور كلاب هاوسز اللي متوزعين في المشروع بشكل كويس جدا والتو سكولز والنيرسري اللي موجوده في المشروع. وهايد بارك بتستعد لاطلاق اخر مرحله على مساحه 27 فدان بعدد محدود من الوحدات على اكبر بارك موجوده في كومباوند باكثر من تايب مختلف ما بين تاون هاوسز وتوين هاوسز وستاند الونز بمساحات تبدا من 215 متر لغايه 680 متر وانظمه سداد من 5% مقدم على 8 سنين قسط.